يا أهلا بكم في ملخص فيلم جديد. في البداية لو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. قبل ما أبدأ الفيديو حابب أقول لكم إن إحنا عملنا قناة جديدة للأنمي، هكون سايب لك الرابط في وصف الفيديو، ما تنساش تشترك فيها. ويلا بينا ندخل في الفيلم على طول عشان ما اطولش عليكم. بيبدأ فيلمنا مع كاميرون واللي بيكون ضابط في الجيش الأمريكي وبينزل يقضي أجازته مع مراته وبيرقصوا في بار في المدينة، ولكن في زبون بيرخم عليه هو ومراته وبيعاكسها، ولكن مراته بتهديه وبتمنعه إن هو يتخانق معاه. وبعدين بيروح هو ومراته بالعربية والدنيا بتكون بتشتي، والراجل اللي كان بيعاكس مراته في البار بيجيب صحابه وبيعترضوا الضابط بالعربية بتاعته علشان ينزل يتخانق معاهم، وبيتخانق معاهم فعلا وبيضربوه. بعدين بيقتل واحد منهم من غير قصد، وبعدين بنشوفه في المحكمة بيتحكم عليه بالحبس لمدة 7 سنين بتهمة القتل غير متعمد. وبعدين بيدخل السجن وبيكون عدى وقت كتير جدا، وبيقضي كل الوقت في السجن في كتابة الرسائل لبنته ومراته وقراية الكتب والتمرين. وبيجي ميعاد خروجه من السجن وبيبقى فرحان جدا لأنه هيشوف بنته لأول مرة يوم عيد ميلادها، لأنه هيخرج من السجن في نفس يوم عيد ميلادها. وبيحكي لصديقه في الزنزانة عن بنته، وبعدين بيخرج هو وزميله توماس يركبوا الطيارة اللي هتنقلهم لسجن تاني، وهناك هيقضي المساجين باقي فترتهم، واللي مدة حبسه خلصت هيخرج زي كاميرون. وبعدين بيركب كاميرون وصديقه توماس العربية بتاعة المساجين، وتوماس بيبقى مريض سكر، والحارسة بيشوف بتقولهم ان هم هيركبوا الطيارة مع المساجين اللي محكوم عليهم بالسجن المؤبد واخطر المساجين في العالم. وبتقول لتوماس ان هو هياخد الحقنة، وبتقول لكاميرون ان هو راجل حر بس لازم يروح السجن التاني، ومن هناك هيطلقوا سراحه. وبعدين بنشوف الضباط المسؤولين عن نقل المساجين دول بالطيارة للسجن بأمان ومن غير ما يحصل مشاكل، وبنعرف ان هو هيحط ضابط في الطيارة كأنه واحد من المساجين علشان لو حصل اي حاجة يقدر يسيطر عليها. وبيبدأ ضابط يشرح لهم الموقف وازاي يتعاملوا معاه، وبيعرفهم على المساجين اللي في الطيارة وتهم كل واحد فيهم وان هم من اخطر المساجين في العالم. وبيقول لهم ان كاميرون خلص مدة حبسه ولما يوصلوا للسجن هيطلقوا سراحه ومفيش منه اي خطورة. وبعدين بنشوف السجين اللي الشرطة حاطينه في الطيارة، الضابط بيفتشه وبيحط له مسدس جوه الشراب بتاعه علشان يعرف يتعامل مع المساجين جوه لو حصل اي شغب. وبعد لما بتطلع الطيارة 2 من المساجين الخطيرين جدا اللي بيكونوا محبوسين في زنزانة فردية على الطيارة بيطلعوا دبابيس من ايديهم ويفكوا الكلبشات. وبعدين مسجون تاني من الطيارة بيطلع كيس من بقه بيكون فيه أنبوبة صغيرة فيها بنزين وعود كبريت، وبيولع في المسجون اللي جنبه. وبتدخل الحارسة بشوب عشان تسيطر على الموقف وتوقف الحريق، وبتطلب مساعدة باقي الضباط وبتفك كلبشات كوبر اللي عمل الحريق علشان ما يتصابش من الحريق. وفي وسط الزحمة بيسرق المفتاح منها وبيفتح باب الزنزانة بتاع المسجون جاك، بيكون من أخطر المجرمين في العالم هو وسايرس اللي معاهم برضه على الطيارة. وبتحصل حالة من الشغب على الطيارة وبيطلع سايرس من زنزانته هو كمان، وبيحصل فوضى وشغب كتير في الطيارة وبيموت 2 من المساجين وباقي المساجين بيكتفوا الحراس. وبعدين كابتن الطيارة بيقول للمساعد بتاعه ياخد المسدس ويطلع يشوف في ايه، ولما بيطلع على طول سايرس بياخد منه المسدس وبيقتله وبيدخل للطيارة بيقول له يبلغ القيادة ان في مشكلة في الطيارة. والكابتن بيسمع الكلام علشان ما يموتش، وبيطلع سايرس يقول للناس اللي على الطيارة ان هو القائد دلوقتي واي حد هيعترض كلامه هيموت. وبيروح يفتح الزنزانة بتاعة المسجون بيلي وهو طبعا من اخطر المساجين اللي معاه على الطيارة. وكاميرون بيشوف مسجون وهو بيحاول يعتدي على الحارسة بشوب وبيضربه وبيقول له ان هو مش هيسمح له يعمل كده. وبيجي سايرس ويقول لهم ان كاميرون بيتكلم صح، وبيقول للمسجون ان هو هيرميه من الطيارة لو فكر يعتدي عليها تاني. وبعدين باقي المساجين اللي على الطيارة ومنهم الضابط اللي معاهم، واول لما بيتفك بيطلع مسدس وبياخد المسجون اللي فكه يصوب عليه المسدس. وبيجي سايرس بياخد الحارسة بشوب يصوب عليها برضه، وكاميرون بيحاول يوقف الضابط علشان ما يتقتلش، ولكن مسجون بيهجم عليه من وراه فبيقتله، ولكن في نفس الوقت سايرس بيقتله وبيموت الضابط. وسايرس بيشكر كاميرون على اللي عمله، وبيجي مسجون يقول لسايرس ان هو لقى ورق المساجين والمفروض ان هم هيسلموا 6 مساجين للسجن اللي هم رايحينه، وهيستلموا مكانهم 6 مساجين برضه ومنهم 2 من رجال سايرس. ولكن في مشكلة هنا ان في 3 من المساجين دول ماتوا، فقرر سايرس ان هو يسلمهم بدل ال3 دول الطيار وواحد من الحراس وواحد من المساجين التانيين اللي معاهم اللي مغطيين وشهم بالاقنعة. واول لما بيوصلوا مكان التسليم بيكون في عاصفة رملية، وده كويس ليهم لان هي هتساعدهم ان محدش يقدر يعترف عليهم لحد لما يخلصوا التسليم. وبيستلموا المساجين اللي منهم واحد صديق سايرس، وده بيكون كان شغال طيار قبل كده، فبيدخل يسوق الطيارة وبياخد جهاز الارسال اللي تقدر القيادة تعرف منه مكان الطيارة، وبيسلموا المسجون معاهم في الطيارة. بيكون لابس لبس الحراسة وبيروح يسيب الجهاز في طيارة تانية في نفس المطار اللي هم فيه، وبيجيب الحارس اخر مسجون اللي بيكون ليه حراسة مشددة جدا. بيكون الحراس رابطينه في كرسي حديد ومتكتف من كل حتة لانه بيكون خطر جدا وقتل ناس كتير جدا بالرغم من بنيته الجسدية الضعيفة. بيكون اسمه جرالد، والمساجين اللي في الطيارة بيكونوا خايفين منه ولكن كاميرون مش خايف. وبعدين بره في شرطي بيكون شاكك في سايرس وبيقف يتكلم معاه لحد لما عربيات الشرطة بتوصل، وسايرس اول لما
بيشوف عربيات الشرطة بتقرب بيقتل الشرطي وبيطلع بسرعة على الطيارة، وبتقلع الطيارة من المطار، وبيحاول المسجون اللي أخد جهاز التعقب إن هو يلحق الطيارة ولكنه ما بيعرفش، وبتمشي الطيارة بعيد عن المطار. وفي القيادة بقى الضباط بيتكلموا مع بعض وبيتخانقوا لأن في واحد منهم بيعرف إن هما كانوا مطلعين شرطي على الطيارة ومعاه مسدس كمان، وبعدين بيحاولوا يعرفوا مكان الطيارة أو متجهة لفين، وبيتصلوا باللاسلكي بتاع الطيارة، وبيرد عليهم سايرس وبيقول لهم الضابط أنت رايح فين بالطيارة؟ فسايرس بيستهزأ بيه وبيقول له احنا رايحين ديزني لاند، وبيقول له ان هما مش هيعرفوا مكانهم ابدا، وبيقفل الاتصال. وبعدين بيروح المسجون جاك وبياخد كاميرون وبينزلوا مخزن الطيارة علشان يرموا اي حاجة ملهاش لازمة علشان يتحركوا بسرعة. وبعدين بيلاقوا المسجون اللي اخد جهاز الاستقبال علشان يتخلص منه ميت في الطيارة، وجاك بيقول لكاميرون يتخلص منه، وكاميرون بيكتب على القميص بتاعه رسالة للشرطة علشان يعرف هما رايحين على فين بالطيارة، وبيرميه من الطيارة وبيقع على العربيات ده يشملها في المدينة اللي تحت الطيارة. وبعدين بتوصل الشرطة مكان الحادثة وبيتصلوا بالضابط فينيس يقولوا له الرسالة اللي كانت على الراجل اللي وقع من الطيارة، والضابط فينيس بيعرف المكان اللي هم رايحين له بالطيارة، وبيحاول يقول لباقي الضباط ولكن هم بيبقوا ماشيين ورا جهاز التعقب اللي هو اصلا مش في الطيارة، والمساجين حطوه على طيارة تانية ومش بيهتموا اصلا بكلام الضابط فينيس. فبياخد الضابط فينيس عربية وبيروح على المطار اللي طيارة المساجين رايحين له، وبيتكلم مع الشرطة علشان يبعتوا له قوات دعم للمكان هناك علشان يسيطروا على طيارة المساجين. وبعدين بيوصل الضابط فينيس المطار اللي هتنزل فيه الطيارة، وقبل لما تنزل بلحظات وبعدين بينزل المساجين بالطيارة وسط الرمل. وبعدين بيتكلم سايرس مع واحد من المساجين اللي معاه لانه بيكون مظبط لهم مع طيارة تانية هتيجي تاخدهم لبره البلد، وبيقول له المسجون ان هو لازم يصبر لان الطيارة زمانها في الطريق دلوقتي. وبعدين سايرس بيتكلم مع المساجين وبيكلف كل واحد منهم بمهمة، وهي ان هم يحفروا الرمل حوالين الطيارة علشان يحاولوا يطيروها ويمشوا من المكان وما يستنوش الطيارة التانية. وكاميرون بيقول له ان هو هياخد لفة في المكان ويدور على وقود للطيارة، وبيروح عند خيمة كبيرة في الصحراء، والضابط فينيس بيكون جوه الخيمة وبيشوفه، فبيدخل كاميرون الخيمة علشان يدور على وقود، وبيطلع عليه شوية مجرمين ويضربوه ويوجهوا مسدسات عليه. وكاميرون بيقول لهم ان هم لو قتلوه المساجين هناك هيسمعوا صوت ضرب النار وهيجوا يقتلوهم، وبيظهر الضابط فينيس وبيهددهم بالمسدس، فكاميرون بياخد المسدس من المجرم اللي بيهدده وبيضربهم كلهم ويوقعهم على الارض. وبيتكلم مع الضابط فينيس وبيعرف ان الرسالة اللي كتبها له وصلت، وبيقول له ان القوات هتوصل هنا خلال 15 دقيقة. وبعدين بيقول له كاميرون ان هو لازم يرجع للمساجين علشان ينقذ صديقه توماس اللي مصاب بمرض السكر وممكن يموت. وبعدين بيقول له الضابط فينيس ان هو اتكلم مع مراته وشاف بنته، فبيقول له كاميرون ان هو لو حصل له حاجة يقول لمراته وبنته ان هو بيحبهم. وبيرجع تاني يروح يدور على سرنجة علشان يدي لصاحبه حقنة الانسولين. وفي الوقت المسجون اللي مع سايرس بيهرب وبيروح للخيمة اللي فيها الطيارة اللي المفروض كان هيهربوا بيها، وبياخدها وبيطير بيها علشان يهرب لوحده. ولما بيشوف سايرس بيتعصب جدا لان قال له الطيارة شوية وهتيجي وهي كانت جنبهم طول الوقت، ولكن الضابط فينيس بيلحقه قبل لما يهرب، وبيروح ينزل رافعة حديد على الطيارة وبتتحطم الطيارة. وبعدين المسجون بيحاول يستعطف سايرس ان هو ما يقتلهوش ويقول له انا كنت جايلك بالطيارة، ولكن سايرس بيولع في الطيارة وبيحصل انفجار كبير جدا، وبيقدر كاميرون يهرب من الانفجار بسرعة، وبيلاقي راجل عجوز مستخبي تحت العربية، فبيسأله على سرنجة علشان يدي لصاحبه حقنة الانسولين، وبيقول له الراجل على صندوق الاسعافات في العربية. وبعدين بتوصل الشرطة وبيبدأ سايرس يجمع المساجين ويشرح لهم الخطة اللي هيواجهوا بيها رجال الشرطة لما يدخلوا، وبيبدأ يجمعوا اسطوانات الغاز ويحطوها في الطريق. واول لما رجالة الشرطة بيدخلوا هم والعربيات بيكون المساجين مستخبيين وبيضربوا نار على اسطوانات الغاز، فبيحصل انفجار كبير في عربيات الشرطة، والمساجين مش بيسكتوا لا دول بيكملوا ضرب بالاسلحة في رجالة الشرطة اللي باقيين. وعندك بقى الضابط فينيس بيجيب شاحنة كبيرة وبيمشي بيها ببطء وبيخلي رجال الشرطة يحتموا وراها ويضربوا المساجين ويجبروا المساجين ان هم يرجعوا للطيارة. في الوقت بيكون كاميرون راجع للطيارة علشان يدي لصديقه حقنة الانسولين، وبيكون في مسجون هناك بيعتدي على الحارسة بشوب، ولكن كاميرون بيوصل في الوقت المناسب ويضربه، وبينجح المساجين ان هم يحركوا الطيارة من الرمل ويطيروا بيها في الجو، ولكن عربية الضابط فينيس بتشبط في الطيارة بالحبل اللي كان مربوط في الصخرة وبيخبطوها في البرج وبتقع العربية وبتتدمر. وبعدين بيعرف سايرس ان معاهم مسجون على الطيارة هو اللي عرف الشرطة بمكانهم، فبيمسك الحارسة بشوب وبيهدد بقتلها علشان يعرف مين الشخص وتوماس صديق كاميرون بيقول له ان هو الشخص فسايرس بيقتله. وبعدين بيكون قوات الشرطة وراهم بالمروحيات وطيارات هليكوبتر وبيبدأوا اطلاق نار على بعض، وهنا كاميرون بيدخل لغرفة القيادة في الطيارة وبيقفل الابواب وراه، وبيحاول سايرس ان هو يدخله، ولكن الحارسة بشوب بتضربه على راسه بيفقد الوعي، وكاميرون بيكلم الضابط فينيس وبيمنعه من اطلاق قذيفة على الطيارة وتدميرها، وبيخلي المسجون اللي بيطير بالطيارة يهبط بيها في وسط مدينة لاس فيجاس في الشارع، وبتتدمر الطيارة بعد لما بتستقر على الارض وبتكون دمرت حاجات كتير في المدينة. وبتوصل الشرطة وبتسيطر على الموقف وبتاخد المساجين
سجين، وبعدين سايرس بياخد مسجون معاه وبيهربوا بعربية الإسعاف، وبيروح وراه الضابط فينيس وكاميرون بالموتوسيكلات وبيضربوا على بعض نار وحتى بيرش عليهم مية. وبعدين بيطلع كاميرون على عربية المطافي وبيضرب سايرس وبيكلبشه في العربية، وبعدين بيضرب المسجون اللي سايق العربية وبيحط خرطوم المية جوه في الكابينة لحد لما بتغرق وبتعمل حادثة، وبيموت المسجون اللي سايق العربية وبيموت سايرس. وبعدين كاميرون بيروح لمراته وبنته وبياخدهم بالحضن وبيخلص فيلمنا على كده. ما تنساش لو الفيديو عجبك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. تابع صفحة الفيسبوك واعمل لي فولو على الانستجرام. كان معاكم محمد ابراهيم من قناة اسرع فيلم، منتظر رايكم في التعليقات. مع السلامة.